أهلا وسهلا بكم أعزائي ومتابعي الكرام. وصلنا إلى الفيديو رقم 11 من كتاب تقديم كتاب العاقل لكاتبه يوفال نوح هراري، تاريخ مختصر للنوع البشري. بعدنا في الجزء الثاني اللي هو بعنوان الثورة الزراعية. وصلنا إلى المبحث السادس بعنوان بناء الأهرامات. يقول تحت هذا العنوان: تعتبر الثورة الزراعية من الأحداث المثيرة للجدل في التاريخ. يدعي بعض المناصرين لها أنها وضعت البشرية على طريق الازدهار والتقدم، بينما يصر آخرون على أنها أودت بنا إلى الهلاك، ويعدونها نقطة التحول التي قطع فيها العقلاء علاقتهم التكافلية الحميمة مع الطبيعة، وابتدأوا اللهاث باتجاه الطمع والاغتراب. وأيا كان الاتجاه الذي أخذتهم فيه هذه الطريق، فلم تكن هناك عودة. مكنت الزراعة من زيادة أعداد السكان بشكل جذري وسريع، بحيث لم يعد بإمكان أي مجتمع زراعي معقد أن يحافظ على نفسه إن عاد للصيد والجمع، يعني لا عودة. وحوالي 10,000 سنة قبل الميلاد، قبل التحول إلى الزراعة، كانت الأرض موطنا لحوالي 5 إلى 8 مليون إنسان جامع متجول. وبحلول القرن الأول الميلادي تبقى 1 إلى 2 مليون جامع في أستراليا وأمريكا وأفريقيا بشكل رئيسي، لكن أعدادهم كانت ضئيلة أمام 50 مليون مزارع في العالم. عاشت الغالبية العظمى من المزارعين في مستوطنات دائمة. كانت أعداد قليلة منهم فقط من الرعاة الرحل. تسبب طبعا الاستيطان هذا أو تقلص ساحة مناطق معظم الناس كثيرا. عاش الصيادون الجامعون في الأغلب في أراضٍ غطت عشرات وحتى مئات الكيلومترات المربعة. كان المنزل يشمل كل المنطقة بتلالها وجداولها وغاباتها وسمائها، بينما قضى المزارعون معظم أيامهم يعملون في حقول أو بساتين صغيرة، وتركزت حياتهم في مبنى خشبي أو صخري أو طيني ضيق لا تتعدى مساحته بضعة عشرات من الأمتار، وهو البيت. وطور المزارع الاعتيادي ارتباطا قويا بهذا المبنى. كانت لهذه الثورة بعيدة المدى تداعيات نفسية بقدر تداعياتها المعمارية، فمن الآن وصاعدا أصبح الارتباط بيئيا والانفصال عن الجيران السمة النفسية المميزة لكائن شديد التمحور حول ذاته. لم تكن المناطق الزراعية الجديدة أصغر بكثير من تلك التي للجامعين الغابرين فقط، بل كانت كذلك أكثر اصطناعية، يعني تدخل فيها البشر. وبغض النظر عن استعمال النار، قام الصيادون الجامعون بتغيرات متعمدة قليلة في الأراضي التي جالوا فيها، بينما عاش المزارعون في جزر بشرية مصطنعة اقتطعوها بجهد من المحيط. اقتطعوا الغابات وشقوا القنوات وأعدوا الحقول وبنوا البيوت وحرثوا الأخاديد وزرعوا أشجار الفواكه في صفوف مرتبة. كان الموطن المصطنع الناتج مصنوعا للبشر فقط ونباتاتهم وحيواناتهم، وعادة ما كان مسورا بأسياج وجدران. قامت العوائل الزراعية بكل ما في وسعها لطرد الأعشاب الضارة والحيوانات البرية،
ولو حدث وأن تسللت هذه المتطفلات فإنها كانت ترمى بعيدا، وإن أصرت قام خصومها من البشر بابتكار طرق لإبادتها، وتحديدا نصبت دفاعات قوية حول البيت. ومنذ فجر الزراعة وحتى يومنا هذا تسلح مليارات البشر بفروع ومكانس وأحذية وبخاخات وسموم، وشنوا حروبا لا هوادة فيها على النمل الدؤوب والصراصير المتخفية والعناكب المغامرة والخنافس التائهة التي تنسل باستمرار إلى بيوت البشر. وطوال التاريخ ظلت هذه الجيوب التي صنعها الإنسان صغيرة جدا، محاطة بمناطق شاسعة من الطبيعة الجامحة تبلغ مساحة سطح الأرض حوالي 510 ملايين كيلومتر مربع، اليابسة فقط 155 مليون منها، ومؤخرا عند حوالي 100 متر تمركزت أغلبية المزارعين إضافة إلى نباتاتهم وحيواناتهم في منطقة لا تتجاوز مساحتها 11 مليون كيلومتر مربع، أي 2% من مساحة سطح الأرض، 2 فقط بالمئة. أما بقية المناطق الأخرى فكانت باردة جدا أو ساخنة جدا أو جافة جدا أو رطبة جدا أو غير ملائمة أصلا للزراعة. شكلت هاي 2% الضئيلة هذه من سطح الأرض المسرح الذي تكشف عليه التاريخ. وجد الناس صعوبة في ترك جذورهم الاصطناعية، لم يكن بإمكانهم التخلي عن بيوتهم وحقولهم وصوامع حبوبهم دون خسائر بالغة. علاوة على ذلك راكموا مع مرور الوقت المزيد والمزيد من الأشياء، أغراض لا يمكن نقلها بسهولة ربطتهم بالمكان. قد يبدو لنا المزارعون الغابرون شديدي الفقر، لكن عائلة متوسطة منهم ملكت مصنوعات أكثر مما امتلكته قبيلة جامعيين بأكملها. تحت عنوان آخر بمجيء المستقبل، هذا العنوان يقول: بينما تقلص الفضاء الزراعي توسع الوقت الزراعي. تقلص الفضاء الزراعي توسع الوقت الزراعي. لم يضيع الجامعون عادة الكثير من الوقت في التفكير في الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل، بينما أبحر المزارعون في خيالهم لسنوات وعقود نحو المستقبل. بدأوا يفكرون كيف نزرع، هل سيسقط المطر أم لا، وهكذا. بالمقابل أهمل الجامعون المستقبل لأنهم عاشوا عيشة مباشرة من الأرض إلى الفم، ولم يتمكنوا من حفظ الطعام أو مراكمة الممتلكات إلا بصعوبة. يتضح بالطبع أنهم مارسوا بعض التخطيط المستقبلي، فمن المؤكد تقريبا أن فناني كهوف شوفيه ولاسكو والتميرا أرادوا لرسوماتهم أن تبقى لأجيال. كانت التحالفات الاجتماعية والمنافسات السياسية شؤونا طويلة الأمد، وغالبا ما استغرق المرء سنوات لرد جميل أو الانتقام لإهانة وقعت عليه. ومع ذلك كان في اقتصاد الصيد والجمع الكفافي حدا واضحا لمثل هذا التخطيط الطويل المدى. وللمفارقة أنقذ هذا الجامعين من كثير من القلق. لم يكن هناك معنى للقلق من الأشياء التي لم يكن بإمكانهم التأثير بها. جعلت الثورة الزراعية المستقبل أهم بكثير مما كان عليه من قبل. يجب على المزارعين أن يضعوا المستقبل في حسبانهم وأن يعملوا في خدمته. كان الاقتصاد الزراعي قائما على دورة إنتاج موسمية تتكون
من أشهر طويلة من الزراعة تليها فترات ذروة قصيرة من الحصاد. ربما احتفل الفلاحون في الليلة التي أعقبت نهاية موسم الحصاد الوفير قدر ما يرغبون به، لكن في غضون أسبوع تقريبا كانوا ينهضون مجددا من الفجر للعمل ليوم طويل في الحقل. فعلى الرغم من وجود ما يكفي من الغذاء لهذا اليوم وللأسبوع المقبل وحتى للشهر المقبل، كان عليهم أن يقلقوا بشأن السنة المقبلة والتي تليها. لم يكن القلق بشأن المستقبل متصلا أو متأصلا في الدورات موسمية الإنتاج فقط، بل وأيضا في عدم اليقين الأساسي المرتبط بالزراعة. ولأن معظم القرى عاشت بزراعة مجموعة محدودة للغاية من النباتات وتربية مجموعة محدودة من الحيوانات المدجنة، فقد كانت تحت رحمة الجفاف والفيضانات والأوبئة. اضطر الفلاحون لإنتاج أكثر مما يستهلكون حتى يتمكنوا من توفير احتياطيات، فبدون حبوب في الصومعة وجرار من زيت الزيتون في القبو وجبن في المخزن ونقانق متدلية من العوارض الخشبية، فإنهم كانوا سيجوعون في السنوات السيئة. وكان من المحتمل أو المحتم أن تأتي السنوات السيئة عاجلا أو آجلا، والفلاح الذي عاش على افتراض أن السنوات السيئة لن تأتي لم يعش طويلا. ضربه الجفاف، ضربته الأوبئة، لأنه المحاصيل الزراعية معرضة دائما للأمراض أو للجفاف أو للفيضان. بالتالي أدت المخاوف حول المستقبل منذ بداية ظهور الزراعة دورا رئيسيا على مسرح العقل البشري، المخاوف، فحيث اعتمد المزارعون على هطول الأمطار لسقي حقولهم، كانوا في بداية موسم الأمطار يحدقون في الأفق كل صباح ويستنشقون الريح ويجهدون عيونهم: هل تلك سحابة؟ هل ستأتي الأمطار في موعدها؟ هل سيكون هناك ما يكفي؟ هل ستجرف العواصف العنيفة البذور من الحقول وتضرب البادرات؟ وفي هذه الأثناء كان الفلاحون الآخرون في وديان أنهار الفرات والسند والأصفر يرصدون بقلق مشابه ارتفاع منسوب المياه. احتاجوا إلى ارتفاع منسوب الأنهار لتنشر المياه التربة الخصبة التي تجلبها من المرتفعات، ولتتمكن نظم الري الواسعة من الامتلاء. لكن الفيضانات قد ترفع منسوب المياه أكثر من اللازم، أو تأتي في غير أوانها وتدمر حقولهم بقدر ما يدمرها الجفاف. هذا هو القلق الذي عاشه الإنسان بعد اكتشاف الزراعة، وهكذا هو اليوم. طبعا لم يقلق الفلاحون بشأن المستقبل لأن الأمر كان يستدعي ذلك فحسب، بل ولأنهم أيضا كانوا قادرين على فعل شيء ما حوله. كان بإمكانهم أن يمهدوا حقلا آخر، أو يحفروا قناة ري أخرى، أو يزرعوا المزيد من المحاصيل. وكان الفلاح القلق، انظر إلى التعبير، الفلاح القلق حريصا ويعمل بدأب كالنمل الحاصد في الصيف، ويكدح من أجل زراعة أشجار الزيتون التي سيعصر زيتها أبناؤه وأحفاده، ويؤجل أكل الطعام الذي يتحصل عليه اليوم حتى الشتاء أو العام المقبل. شوف هذا القلق الذي بدأ يعانيه هذا الفلاح. كان لضغوط الزراعة عواقب بعيدة المدى، كانت أساسا للنظم السياسية والاجتماعية الواسعة النطاق، وللأسف لم يحقق الفلاحون الدؤوبون في أغلب الأحيان الأمن الاقتصادي المستقبلي الذي عملوا له بمشقة. نشأ في كل مكان حكام ونخب يعيشون على فائض الفلاحين من الطعام،
ويتركون لهم بالكاد كفاف عيشهم. بدأ ظلم الإنسان للإنسان، بدأ التسلط، وبدأ الإقطاع. شكلت هذه الفوائض الغذائية التي صودرت السياسة والحروب والفن والفلسفة، وبنت قصورا وحصونا ونصبا ومعابد. فحتى أواخر العصر الحديث كان أكثر من 90% من البشر فلاحين ينهضون كل صباح ليكدحوا في الأرض، وكان إنتاجهم الإضافي يغذي الأقلية الصغيرة. انظر إلى التعبير، الأقلية الصغيرة من النخب والملوك والمسؤولين الحكوميين والجنود والكهنة والفنانين والمفكرين الذين يملؤون كتب التاريخ. فالتاريخ هو شيء كان يقوم به عدد قليل من الناس، بينما كان كل شخص آخر يحرث الحقول ويحمل دلاء الماء. تحت عنوان نظام متخيل، يقول المؤلف: مكنت فوائد الطعام التي أنتجها الفلاحون إلى جانب تقنية النقل الجديدة في نهاية المطاف المزيد والمزيد من الناس من الاكتظاظ في قرى كبيرة أولا، ثم في بلدان، وأخيرا في مدن، وتوحدوا جميعا بواسطة ممالك وشبكات تجارية جديدة. مع ذلك، ومن أجل انتهاز هذه الفرص الجديدة، لم تكن فوائض الغذاء وتحسن وسائل النقل كافية. فحقيقة أنه كان بالإمكان إطعام 1000 شخص في نفس البلدة أو 1,000,000 شخص في نفس المملكة، لم تضمن أنهم سيتفقون على كيفية تقسيم الأرض والمياه، وكيفية تسوية النزاعات والصراعات، وكيفية التصرف في أوقات الجفاف أو الحرب. وإذا لم يكن بالإمكان الوصول إلى اتفاق فستنتشر الصراعات، وهذا هو المصير المحتوم أكيد. حتى لو كانت المخازن ممتلئة، لم يكن نقص الغذاء هو الذي تسبب بمعظم حروب التاريخ وثوراته. تزعم الثورة الفرنسية المحامون الأثرياء، لا الفلاحون الجائعون. وبلغت الجمهورية الرومانية ذروة سلطتها في القرن الأول قبل الميلاد، عندما أثرت أساطيل الكنوز المجلوبة من جميع أنحاء البحر المتوسط الرومان بطريقة لم يكن يحلم بها أسلافهم. ومع ذلك، وفي تلك اللحظة من الثراء الفاحش، دخل النظام السياسي الروماني في سلسلة من الحروب الأهلية الفتاكة. وكان لدى يوغوسلافيا في عام 1991 ميلادية ما يكفي من الموارد لإطعام جميع سكانها، ومع ذلك غرقت في حمام دم رهيب. تكمن المشكلة الجذرية لهذه الكوارث في أن البشر تطوروا لملايين السنين في فرق صغيرة تتكون من بضع عشرات من الأفراد، ولم تكفي بضعة آلاف من السنين التي تفصل بين الثورة الزراعية وظهور المدن والممالك والإمبراطوريات للسماح لغريزة التعاون الجماعي بالتطور. وعلى الرغم من عدم وجود غرائز بيولوجية للتعاون، تمكن مئات من الغرباء خلال عصر الجمع والصيد من فعل ذلك بفضل أساطيرهم المشتركة. لكن هذا التعاون شوفنا يسميها الأساطير المشتركة، نعم، لكن هذا التعاون كان فضفاضا ومحدودا. واصلت كل مجموعة من العقلاء تسيير حياتها بشكل مستقل وتوفير معظم احتياجاتها الخاصة. وربما يخلص عالم اجتماع غابر عاش قبل 20,000 سنة ولم تكن لديه معرفة بالأحداث التي أعقبت الثورة الزراعية إلى أن أثر الخرافات هو كان محدودا. فالقصص عن أرواح الأسلاف
وطواطم القبيلة كانت مؤثرة بما يكفي لتمكن 500 شخص من التجارة بأصداف البحر والاحتفال بمهرجانات غريبة وتوحيد الجهود للقضاء على مجموعة نياندرتال، لكن ليس أكبر من ذلك. ولفكر عالم الاجتماع الغابر بأن الأساطير لا تستطيع أن تمكن ملايين الغرباء من التعاون اليومي. تبين خطأ هذا. اتضح أن الأساطير أقوى مما كان يتصوره أي شخص، فعندما أتاحت الثورة الزراعية فرصا لإنشاء مدن مكتظة وإمبراطوريات قوية، اخترع الناس قصصا عن آلهة عظيمة وأوطان وشركات مساهمة لتوفير الروابط الاجتماعية الضرورية. وفي حين كان التطور البشري يزحف بوتيرته المعتادة، كان الخيال البشري يبني شبكات مذهلة من التعاون الجماعي كما لم يحدث من قبل على وجه الأرض. كانت أكبر المستوطنات في العالم حوالي سنة 8500 سنة قبل الميلاد عبارة عن قرى مثل أريحة التي احتوت على بضع مئات من الأفراد. وبحلول سنة 7000 قبل الميلاد وصلت أعداد الأفراد في بلدة جاتل هويوك في الأناضول إلى ما بين 5000 إلى 10,000 نسخة، وربما كان ذلك وقتها أكبر استيطان في العالم. وخلال الألفية الخامسة والرابعة قبل الميلاد ظهرت في الهلال الخصيب مدن تحوي عشرات الآلاف من السكان، وكانت هذه المدن تسيطر على العديد من القرى المجاورة. وفي سنة 3100 قبل الميلاد توحد وادي النيل الأدنى بأكمله تحت راية أول مملكة مصرية حكم فراعنتها مئات الآلاف من الناس، وشملت سلطتهم آلاف الكيلومترات مربعة. وحوالي سنة 2250 قبل الميلاد أنشأ سرجون الأكبر أول إمبراطورية، الإمبراطورية الأكدية طبعا، التي تباهت بإخضاع أكثر من 1,000,000 شخص وبجيش دائم مكون من 5400 جندي. وبين سنتي 1500 قبل الميلاد ظهرت أولى الإمبراطوريات الضخمة في الشرق الأوسط، الإمبراطورية الآشورية المتأخرة والإمبراطورية البابلية والإمبراطورية الفارسية. حكمت هذه الإمبراطوريات عدة ملايين من البشر وقادت عشرات الآلاف من الجنود. في سنة 221 قبل الميلاد توحدت أسرة تشين في الصين، وبعد ذلك بوقت قصير وحدت روما حوض البحر الأبيض المتوسط. دفعت الضرائب المفروضة على 40 مليون فرد من رعاية أسرة تشين رواتب جيش دائم مكون من مئات الآلاف من الجنود، وبيروقراطية معقدة استخدمت أكثر من 100,000 موظف. وجمعت الإمبراطورية الرومانية في ذروتها ضرائب من 100 مليون شخص خاضع لها. مولت هذه الإيرادات جيشا دائما يتكون من 250,000 إلى 500,000 جندي، وشبكة طرق كانت ما تزال قيد الاستخدام بعدها ب1500 سنة، ومسارح ومدرجات تستضيف الجماهير حتى يومنا هذا. إنه لأمر مثير للإعجاب دون شك، لكننا يجب أو لا يجب أن ننخدع بأوهام وردية حول شبكات تعاون جماعية تعمل في مصر الفرعونية أو في الإمبراطورية الرومانية. فكلمة تعاون تعطي انطباعا بالإيثار، لكن الحقيقة هي أنه لم يكن دائما تعاونا طوعيا، ونادرا ما حقق المساواة. فمعظم شبكات التعاون البشري كانت قائمة على الظلم والاستغلال، وما زال طبعا هذا الظلم والاستغلال لحد الآن.
دفع الفلاحون لشبكات التعاون المزدهرة من فوائض طعامهم الثمينة، وكانوا يصابون باليأس حين يستولي جامع الضرائب على سنة كاملة من جهودهم الشاقة بجرة واحدة من قلمه الإمبريالي. بنيت المسارح الرومانية المدرجة الشهيرة في كثير من الأحيان عن طريق العبيد، بواسطة العبيد، حتى يتمكن الرومان الأثرياء والعاطلون من مشاهدة عبيد آخرين ينخرطون في معارك شرسة. شكلت السجون ومعسكرات الاعتقال شبكات تعاون استطاعت أن تعمل لأن آلاف الغرباء تمكنوا بطريقة ما من تنسيق أعمالهم. كانت كل هذه الشبكات التعاونية من مدن بلاد ما بين النهرين القديمة إلى إمبراطوريتي تشين والرومان عبارة عن أنظمة متخيلة، ولم تكن المعايير أو الأعراف الاجتماعية التي حافظت عليها متأصلة في الغرائز ولا قائمة على المعارف الشخصية، بل قامت بالأحرى على إيمان بأساطير مشتركة. شوف هذه كلمة أساطير يستخدمها دائما، أو يستخدم الخرافة. كي تتمكن الأساطير من الحفاظ على إمبراطوريات بأكملها، ناقشنا فيما سبق أحد الأمثلة على ذلك، اللي هي طبعا أخذناها بأحد الفيديوهات عن أسطورة بيجو. أما الآن فدعونا ندرس 2 من أساطير التاريخ المشهورة. أول أسطورة هي قانون حمورابي المكتوب سنة 1976 قبل الميلاد، الذي كان بمثابة دليل تعاون لمئات الآلاف من البابليين القدماء. هذا الأول. الثاني إعلان الاستقلال الأمريكي المكتوب سنة 1776 ميلادي، والذي ما يزال إلى اليوم يعمل بمثابة دليل تعاون لمئات الملايين من الأمريكيين المعاصرين. في سنة 1776 كانت بابل، هاي قبل الميلاد طبعا، كانت بابل أكبر مدن العالم، وعلى الأرجح كانت الإمبراطورية البابلية هي الأكبر في العالم، وكانت تحكم أكثر من 1,000,000 شخص. امتدت سلطتها إلى معظم بلاد ما بين النهرين، بما في ذلك الجزء الأكبر من دولة العراق الحالية وأجزاء من سوريا وإيران الحاليتين. ويعد الملك البابلي حمورابي الأشهر اليوم، وترجع شهرته في المقام الأول إلى نص يحمل اسمه شريعة حمورابي، اللي هي شريعة حمورابي، وكان عبارة عن مجموعة من القوانين والأحكام القضائية التي هدفت إلى تقديم حمورابي كنموذج على الملك العادل، وتشكيل أساس لنظام قانوني موحد في جميع أنحاء الإمبراطورية البابلية، وتعليم أجيال المستقبل ما هي العدالة وكيف يتصرف الملك العادل. تعلمته أجيال المستقبل. ناقشت النخب الفكرية والبيروقراطية في بلاد ما بين النهرين القديمة ناقشت هذا النص، وواصل المتدربون الكتبة نسخه بعد فترة طويلة من وفاة حمورابي وزوال إمبراطوريته. بالتالي تشكل شريعة حمورابي مصدرا جيدا لمعرفة مفهوم النظام الاجتماعي في بلاد ما بين النهرين القديمة. يبدأ النص بالقول أن الآلهة أنو وإنليل ومردوخ كبار الآلهة في مجمع أو مجمع آلهة بلاد ما بين النهرين عينت حمورابي لنشر العدالة في الأرض وإبطال الشر والخبث ومنع القوي من قمع الضعيف. ثم يدرج حوالي 300 حكم موضوعة بصيغة إذا حدث كذا وكذا فإن حكمه كذا. فمثلا الأحكام 196 إلى 199
والأحكام من 209 إلى 214 هي كالتالي: 196 إذا أعمى سيد عين سيد آخر فيجب أن تعمى عينه. 197 وإذا كسر عظم سيد آخر فيجب أن يكسر عظمه. 198 وإذا أعمى عين أحد العامة أو كسر عظم أحد العامة فعليه أن يزن ويقدم 60 شيكلا من الفضة. 199 هاي المادة 199 أو الأحكام. إذا أعمى عين عبد مملوك لسيد أو كسر عظم عبد مملوك لسيد فعليه أن يزن ويقدم نصف قيمة العبد بالفضة. 209 إذا ضرب سيد امرأة من السادات وتسبب بذلك في إجهاض جنينها فعليه أن يزن ويقدم 10 شيكلات من الفضة تعويضا عن جنينها. 210 إذا ماتت تلك المرأة فيجب أن تقتل ابنته. 211 إذا تسبب في إجهاض جنين امرأة من العامة عن طريق الضرب فعليه أن يزن ويقدم 5 شيكلات من الفضة. 212 إذا ماتت تلك المرأة فعليه أن يزن ويقدم 30 شيكلا من الفضة. 213 وإذا ضرب عبدة سيد فتسبب في إجهاض جنينها فعليه أن يزن ويقدم شيكلين من الفضة. 214 وإذا ماتت تلك العبدة فعليه أن يزن ويقدم 20 شيكلا من الفضة. وبعد إدراج قائمة أحكامه أعلن حمورابي أن هذه هي القرارات العادلة التي وضعها الملك القدير حمورابي، فسير الأرض على درب الحقيقة وعلى الطريقة الصحيحة للحياة. أنا حمورابي الملك النبيل لم أكن لأغفل أو أهمل واجبي تجاه البشرية التي وهبني رعايتها الرب إنليل، والتي كلفني الرب مردوخ برعايتها. تؤكد شريعة حمورابي أن النظام الاجتماعي البابلي متجذر في مبادئ العدالة العالمية والأبدية التي أملتها الآلهة، ويشكل مبدأ النظام التراتبي أهمية قصوى. فبناء على الشريعة ينقسم الناس إلى نوعين: نساء ورجال، و3 فئات: سادة وعامة وعبيد. وللأعضاء من كل نوع وطبقة قيم مختلفة، فحياة امرأة من العامة تساوي 30 شيكلا من الفضة، وحياة امرأة عبدة تساوي 20 شيكلا من الفضة، في حين تساوي عين رجل من العامة 60 شيكلا من الفضة. تحدد شريعة حمورابي كذلك نظاما تراتبيا صارما داخل العائلات، والذي وفقا له لا يعتبر الأطفال أشخاصا مستقلين، بل يندرجون ضمن ممتلكات آبائهم. ومن ثم إذا قتل سيد ابنة سيد آخر فإن ابنة القاتل تعدم كعقاب. قد يبدو غريبا لنا أن لا يؤذى القاتل بينما تقتل ابنته البريئة، لكن بالنسبة لحمورابي والبابليين بدا ذلك عادلا تماما. استندت شريعة حمورابي على فرضية مفادها أنه إذا قبل جميع رعايا الملك مستوياتهم في النظام التراتبي وتصرفوا وفقا لذلك، فإن رعايا الإمبراطورية 1,000,000 سيكونون قادرين على التعاون بفعالية، وحينها يمكن للمجتمع أن ينتج كفايته من الطعام ويوزعه بكفاءة ويحمي نفسه من أعدائه ويوسع مناطق نفوذه بحيث يجني المزيد من الثروة ويصبح مجتمعا أفضل. بعد حوالي 3500 سنة من موت حمورابي
شعر سكان 13 مستعمرة بريطانية في أمريكا الشمالية أن ملك إنجلترا كان يظلمهم، فتجمع ممثلوهم في مدينة فيلادلفيا، وفي 4 يوليو 1776 ميلادية أعلنت المستعمرات أن سكانها لم يعودوا خاضعين للتاج البريطاني. نادى إعلان استقلالهم بمبادئ العدالة العالمية والخالدة، والتي استلهمت مثلها مثل قانون حمورابي من سلطة إلهية. ومع ذلك فإن المبدأ الأهم الذي أملاه الإله الأمريكي كان مختلفا إلى حد ما عن ذلك الذي أملته آلهة بابل. يؤكد إعلان الاستقلال الأمريكي على أننا نؤمن بأن هذه الحقائق واضحة بذاتها، فجميع الرجال خلقوا متساوين، ووهبهم خالقهم حقوقا معينة لا يمكن التنازل عنها، من بينها الحياة والحرية والسعي وراء السعادة. ومثل شريعة حمورابي تعد وثيقة التأسيس الأمريكية أنه إذا تصرف البشر وفقا لمبادئها المقدسة فإن الملايين منهم سيكونون قادرين على التعاون بفعالية، ويعيشون بسلام وأمان في مجتمع عادل ومزدهر. ومثل شريعة حمورابي لم يكن إعلان الاستقلال الأمريكي مجرد وثيقة محدودة بزمانها ومكانها تلقفتها الأجيال القادمة كذلك، ولأكثر من 200 سنة استمر طلاب المدارس الأمريكيين في نسخها وحفظها عن ظهر قلب. يقدم لنا النصان معضلة واضحة، فشريعة حمورابي وإعلان الاستقلال الأمريكي كلاهما يدعيان تحديد مبادئ العدالة والأبدية، لكن وفقا للأمريكيين فإن جميع الناس متساوين، متساوون، في حين أنه وفقا للبابليين فإن الناس غير متساوين بالتأكيد. سيقول الأمريكيون بالطبع أنهم على حق وأن حمورابي مخطئ، وسيرد حمورابي بطبيعة الحال بأنه على حق وأن الأمريكيين مخطئون، والواقع أنهم مخطئون جميعا. تصور حمورابي والآباء الأمريكيون المؤسسون على حد سواء واقعا تحكمه مبادئ العدالة العالمية التي لا تتغير، مثل المساواة أو النظام التراتبي. ومع ذلك فهذه المبادئ العالمية توجد فقط في الخيال الخصب للعقلاء وفي الأساطير التي اخترعوها ورواها بعضهم لبعض، وليس لهذه المبادئ واقع موضوعي. يعني تماما كما نتحدث عن المدينة الفاضلة التي هي في الخيال، كان تكون مدينة أفلاطون مثلا أو مدينة الفارابي أو غيرها. من السهل علينا أن نتقبل أن تقسيم الناس إلى سادة وعامة نسج من الخيال، ومع هذا ففكرة أن جميع البشر متساوون هي أيضا خيال. فبأي معنى يتساوى كل واحد من البشر مع الآخر؟ هل هناك أي واقع موضوعي خارج خيال الإنسان نتساوى فيه حقا؟ هل كل البشر متساوون بيولوجيا؟ دعونا نحاول ترجمة السطر الأشهر من إعلان الاستقلال الأمريكي إلى مصطلحات بيولوجية. انظر إلى هذا الترجمة. يقول: إننا نؤمن بأن هذه الحقائق واضحة بذاتها، فجميع الرجال خلقوا متساوين، ووهبهم خالقهم حقوقا معينة لا يمكن التنازل عنها، من بينها الحياة والحرية والسعي وراء السعادة. ماذا ترجمت بيولوجيا؟ يقول: وفقا لعلم البيولوجيا لم يخلق الناس بل تطوروا. هذا حسب علم البيولوجيا طبعا، يقول لم يخلق الناس بل تطوروا، ومن المؤكد أنهم لم يتطوروا ليكونوا متساوين، ففكرة المساواة متداخلة بشكل لا ينفصم مع فكرة الخلق.
أخذ الأمريكيون فكرة المساواة من المسيحية التي ترى بأن كل شخص لديه روح خلقت بأمر إلهي، وأن كل النفوس متساوية أمام الرب. ومع ذلك إذا كنا لا نؤمن بأساطير المسيحية عن الرب والخلق والأرواح، فماذا يعني أن كل الناس متساوون؟ يقوم التطور على الأخلاف وليس على المساواة، فكل شخص يحمل شفرة جينية مختلفة إلى حد ما، ويتعرض منذ الولادة إلى تأثيرات بيئية مختلفة، وهذا يؤدي إلى تطوير صفات مختلفة تحمل معها فرص بقاء مختلفة. لذا يجب أن تترجم جملة خلقوا متساوين إلى تطوروا مختلفين. انظر إلى هذه الترجمة، وهذا هو رأيه طبعا. أرجو أن تتابعوا هذا الموضوع جدا يعني بشكل جيد وتنتبهوا إلى ما يقول. نكمل. يقول: وكما أن الناس لم يخلقوا قطعا بل طبقا لعلم البيولوجيا ليس هناك من خالق ليمنحهم أي شيء، لا توجد سوى عملية تطورية عمياء خالية من أي غرض تعمل على ولادة الأفراد. لذا يجب أن تترجم جملة وهبهم خالقهم ببساطة إلى ولدوا، يعني بدل ما وهبهم خالقهم نقول ولدوا. هذا ما يقوله هو. بالمثل لا يوجد شيء من قبيل الحقوق في علم البيولوجيا، هناك فقط أجهزة وقدرات وخصائص. فلا تطير الطيور لأنها تمتلك الحق في الطيران، بل لأنها تمتلك أجنحة. وليس صحيحا أن هذه الأجنحة أو الأجهزة والقدرات والخصائص لا يمكن التنازل عنها. خضعت العديد منها لطفرات مستمرة وربما فقدت تماما مع مرور الزمن. فالنعام طائر فقد قدرته على الطيران. لذلك يجب أن نترجم حقوقا لا يمكن التنازل عنها إلى خصائص قابلة للتطور. إذن ليست حقوق وإنما خصائص قابلة للتطور. وما هي الخصائص التي تطورت في البشر؟ الحياة بالتأكيد، لكن هل هي الحرية؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل في علم البيولوجيا. فتماما مثل المساواة والحقوق والشركات محدودة المسؤولية، فإن الحرية هي شيء اخترعه الناس ولا يوجد إلا في خيالهم. فمن وجهة نظر إحيائية لا معنى من القول أن البشر في المجتمعات الديمقراطية أحرار، في حين أن البشر في الدكتاتوريات غير أحرار. وماذا عن السعادة؟ حتى الآن فشلت البحوث البيولوجية في التوصل إلى تعريف واضح للسعادة أو طريقة لقياسها بموضوعية. فمعظم الدراسات البيولوجية تقر فقط بوجود المتعة التي يمكن تعريفها وقياسها بسهولة. لذلك يجب أن تترجم جملة الحياة والحرية والسعي وراء السعادة إلى الحياة والسعي وراء المتعة. بالتالي تكون ترجمة ذلك السطر من إعلان الاستقلال الأمريكي بالمصطلحات البيولوجية كالتالي: إننا نؤمن بأن هذه الحقائق واضحة بذاتها، فجميع الرجال تطوروا مختلفين وولدوا ولديهم خصائص متغيرة من بينها الحياة والسعي وراء المتعة. ثم يعود فيقول: قد يغضب المدافعون عن المساواة وحقوق الإنسان من هذا المنطق، ومن المرجح أن يكون ردهم: نحن نعرف أن الناس غير متساوين إحيائيا، لكن إذا آمنا أننا جميعا متساوون في الجوهر فسيمكننا هذا من خلق مجتمع مستقر ومزدهر. لا أختلف مع هذا، يقول، فهذا بالضبط ما أعنيه بالنظام المتخيل. نحن نؤمن بنظام معين ليس لأنه صحيح بشكل موضوعي. انظر إلى هذه الكلمة، بشكل موضوعي غير صحيح،
نشاهد أنه في كل الدول هناك ظلم وهناك استغلال وهناك قتل وإلى آخره. هذا طبعا إضافة مني، لكن لأن الإيمان به يمكننا من التعاون أو يمكننا من التعاون بفعالية وتشكيل مجتمع أفضل. فالأنظمة المتخيلة ليست مؤامرات شريرة أو سراب عديم الفائدة، بل هي الطريقة الوحيدة، انظر شوف الكلمة مهمة جدا، هي الطريقة الوحيدة التي تمكن أعدادا كبيرة من البشر من التعاون بفعالية. وهذا ما نجحت به طبعا بعض الدول أو كثير من الدول الأوروبية. ليكن في اعتبارك احتمالية دفاع حمورابي عن مبدأ النظام التراتبي باستخدام نفس المنطق. يقول: أنا أعرف أن السادة والعامة والعبيد ليسوا بالطبيعة أنواعا مختلفة من الناس، لكن إذا آمنا أنهم مختلفين فيمكننا هذا من خلق مجتمع مستقر ومزدهر. وتحت عنوان مؤمنون حقا، يقول المؤلف: من المحتمل أن عددا لا بأس به من القراء تلووا في مقاعدهم أثناء قراءة الفقرات السابقة، فمعظمنا تربى هذه الأيام على التفاعل بطريقة من هذا القبيل. من السهل أن نقبل بأن قانون حمورابي كان أسطورة، لكننا لا نريد أن نسمع أن حقوق الإنسان هي أسطورة أيضا. يعني شوف المقاربة، يعتبر أن حقوق الإنسان فعلا على أرض الواقع، لو يعني نقبنا أو توقفنا قليلا أو كثيرا مع هذا المصطلح اللي هو حقوق الإنسان حول العالم، سنجد بأنه خدعة وبأنه فعلا أسطورة أو خرافة ولا وجود له. إذا أدرك الناس أن حقوق الإنسان لا توجد إلا في الخيال، ألا يكون هناك خطر من أن ينهار مجتمعنا؟ قال فولتير عن الرب: لا يوجد رب، لكن لا تخبر خادمي بذلك وإلا قتلني في الليل. وكان حمورابي ليقول الشيء نفسه عن مبدئه في النظام التراتبي. وتوماس جيفرسون عن حقوق الإنسان يقول جيفرسون: ليس للإنسان العاقل حقوق طبيعية، تماما كما أنه ليس للعناكب والضباع والشنابز حقوق طبيعية، لكن لا تخبروا خدمنا بذلك وإلا قتلونا في الليل. كلمة مؤثرة حقيقة، يعني كله خداع في خداع. ثم يقول: وهي مخاوف مبررة جدا، فلا يوجد احتمال بأن تتوقف الجاذبية عن العمل غدا، حتى وإن توقف الناس عن الإيمان بها. لكن في المقابل فإن النظام المتخيل دائما في خطر من الانهيار، لأنه يعتمد على الأساطير، والأساطير تتلرد توقف الناس عن الإيمان بها. ومن أجل حماية نظام متخيل فلا بد من جهود مستمرة ومضنية. تأخذ بعض هذه الجهود شكل العنف والإكراه، فالجيوش وقوات الشرطة والمحاكم والسجون تعمل بلا كلل لإكراه الناس على العمل وفقا للنظام المتخيل. فإذا أعمى بابلي قديم جاره أعماه، فإن بعض العنف ضروري عادة من أجل إنفاذ قانون العين بالعين. وعندما خلصت غالبية المواطنين الأمريكيين في عام 1860 ميلادية أن العبيد الأفارقة هم بشر ويجب بالتالي أن يتمتعوا بحق الحرية، تطلب الأمر حربا أهلية دامية لإرضاخ الولايات الجنوبية. مع ذلك لا يمكن الحفاظ على نظام متخيل بالعنف وحده، يتطلب الأمر بالإضافة إلى العنف بعض المؤمنين الحقيقيين كذلك. فالأمير تاليران الذي بدأ حياته المهنية المتلونة كالحرباء
تحت إمرة لويس السادس عشر، ثم خدم في وقت لاحق في النظام الثوري ونظام نابليون، وبدل ولاءاته مع الوقت لينهي أيامه في خدمة الملكية المستعادة. لخص عقودا من الخبرة الحكومية بالقول: ماذا قال؟ يمكنك أن تفعل أشياء كثيرة بالحراب، لكن من غير المريح أن تجلس عليها. هذا كلامه. يمكن لكاهن واحد في الغالب أن يقوم بعمل 100 جندي بثمن أبخس وفعالية أكبر. طبعا أكيد مثل ما نشوف الآن في مجتمعاتنا، كهنة الدين ودجالة الدين أنا أسميهم في بعض المجتمعات يقومون بهذا العمل، وبعضهم من النوع الحقيقي الذي ينشد يعني الأمان والأمن والراحة إلى البشرية، لكن الغالبية العظمى منهم هم من هذا الشكل. علاوة على ذلك، وبغض النظر عن مدى كفاءة الحراب، فلا بد من أن يبرع شخص ما في استعمالها. لماذا يجب على الجنود والسجانين والقضاة والشرطة أن يحافظوا على نظام متخيل لا يؤمنون به؟ فمن بين جميع الأنشطة البشرية الجماعية يعد العنف الأصعب من ناحية التنظيم. يستدعي قولنا أن نظاما متخيلا يجب أن يحافظ عليه بواسطة قوة عسكرية. على الفور يقفز هذا السؤال: وما الذي سيحافظ على النظام العسكري؟ ما الذي؟ من المستحيل تنظيم جيش بالإكراه وحده. يجب على بعض القادة والجنود على الأقل أن يؤمنوا بشيء ما حقا، سواء أكان هذا الشيء هو الرب أو الشرف أو الوطن أو الرجولة أو المال. السؤال الأكثر إثارة وللاهتمام يتعلق بأولئك الذين يقفون على قمة الهرم الاجتماعي. فلماذا يرغبون في أن يفرضوا نظاما متخيلا إذا كانوا هم أنفسهم لا يؤمنون به؟ من الشائع جدا الإجابة بأن النخبة قد تفعل هذا لجشعها الارتيابي، ومع ذلك فمن غير المحتمل أن يكون الارتيابي الذي لا يؤمن بشيء جشعا. من غير المحتمل الارتيابي الذي لا يؤمن بشيء يكون جشعا. لا يتطلب الأمر الكثير لتوفير الاحتياجات البيولوجية الأساسية للإنسان العاقل. بعد تلبية هذه الاحتياجات يمكن إنفاق المزيد من المال على بناء الأهرامات، أو قضاء الإجازات في السفر إلى أنحاء العالم، أو تمويل الحملات الانتخابية، أو تمويل المنظمة الإرهابية المفضلة لديك، أو الاستثمار في سوق الأوراق المالية وجني مزيد من المال، وهي أنشطة سيجدها الارتيابي الحقيقي بلا معنى مطلقا. عاش ديوجين الفيلسوف اليوناني الذي أسس المدرسة الكلبية الارتيابية في برميل. عاش هذا الفيلسوف في برميل، وعندما زار الإسكندر الأكبر مرة ديوجين وكان الأخير مستلقيا تحت أشعة الشمس وسأله عما إذا كان يرغب بأي خدمة، أجاب ديوجين الكلبي الفاتح العظيم قائلا: نعم، أرغب في خدمة، رجاء تحرك قليلا إلى الجانب فأنت تحجب أشعة الشمس عني. انظر إلى هذا المنطق. هذا هو السبب في أن الارتيابيين لا يشيدون أو لا يشيدون امبراطوريات، وفي أن النظام المتخيل يمكن الحفاظ عليه فقط إذا آمنت به بصدق، أو آمنت به بصدق شرائح كبيرة من السكان، وخصوصا قطاعات كبيرة من النخبة وقوات الأمن. ما كان للمسيحية أن تستمر 2000 سنة لو أن أغلبية الأساقفة والكهنة توقفوا عن الإيمان بالمسيح، وما كان للديمقراطية الأمريكية أن تدوم 250 سنة لو توقف الرؤساء وأعضاء الكونجرس عن الإيمان بحقوق الإنسان.
وما كان للنظام الاقتصادي الحديث أن يدوم ليوم واحد لو توقف أغلبية المستثمرين والمصرفيين عن الإيمان بالرأسمالية. تحت عنوان جدران السجن يقول المؤلف يوفال: كيف تجعل الناس يؤمنون بنظام متخيل مثل المسيحية والديمقراطية والرأسمالية؟ طبعا دائما يعطي المثل بالمسيحية والديمقراطية، هذا رأيه الخاص حقيقة. هناك أمثلة أخرى غير هذا المثال أو هذه الأمثلة لدينا في مجتمعاتنا الكثير. لا أريد أن أتطرق إلى هذا الموضوع، لكن تجده دائما يتطرق إلى المسيحية والديمقراطية أكثر والرأسمالية. أولا، لا تعترف بأن النظام متخيل. أكد دائما أن النظام الذي يحافظ على المجتمع هو حقيقة موضوعية أوجدتها الآلهة العظيمة أو قوانين الطبيعة. فالناس غير متساوين ليس لأن حمورابي قال ذلك، لكن لأن إنليل ومردوخ حكموا بذلك، حكموا. والناس متساوون ليس لأن توماس جيفرسون قال ذلك، لكن لأن الرب خلقهم بهذه الطريقة. والأسواق الحرة هي أفضل نظام اقتصادي، ليس لأن آدم سميث قال ذلك، ولكن لأن هذه هي قوانين الطبيعة الثابتة. فعلا يعني هذه الأمور، هذه الأنظمة ظهرت قبل أن يظهر حمورابي وقبل أن يظهر آدم سميث وقبل أن يظهر حتى الأديان. يعني هي هذه الطبيعة، لكن هناك تقنين وهناك ترتيب وتنظيم. هذا هو الذي اختلف في هذه المسألة، وإلا فالطبيعة الثابتة في البشر هي التي تدعوه إلى هذا، وهو في الشيء طبعا تدريجي. ثقف أيضا الناس بشكل كامل أو شامل، ثقف الناس بشكل شامل، وهو العقل الجمعي الذي نراه الآن عند المسلمين كذلك. ذكرهم باستمرار منذ لحظة ميلادهم بمبادئ النظام المتخيل المتجسدة في أي شيء وكل شيء، فهي متجسدة في الحكايات الخرافية والدراما واللوحات والأغاني وآداب السلوك والدعايات السياسية والهندسة المعمارية ووصفات الطبخ والأزياء. فمثلا يؤمن الناس اليوم بالمساواة، لذلك من المألوف أن يرتدي أطفال الأثرياء الجينز أو الجينزات التي كانت في الأصل ملابس الطبقة العاملة. انظر، الجينز كان يلبسه الكاوبوي ويلبسه العمال، الآن أولاد الأثرياء بدأوا يلبسون. يعني فشيء غريب وعجيب أن البشر يتقلب هكذا تقلبات. آمن الناس في العصور الوسطى بانقسام الطبقات، لذلك لم يكن لنبيل شاب أن يرتدي ثوب الفلاحين. في ذلك الوقت كانت مخاطبتك بكلمة سيدي أو سيدتي امتيازا نادرا محجوزا للنبلاء فقط، وغالبا ما اكتسب بالدم، يعني بالوراثة. أما اليوم فتبدأ جميع المراسلات المهنية بغض النظر عن المستلم بكلمة سيدي أو سيدتي العزيزة، الرسائل أو الخطابات الرسمية وغير سيدي. تخصص العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية معظم طاقاتها لتوضح بالضبط كيف يدمج النظام المتخيل في نسيج الحياة في المساحة المحدودة التي تحت تصرفنا ككاتب وقارئ. يمكننا فقط أن نتحدث قليلا عن هذا الأمر. هناك 3 عوامل رئيسية تمنع الناس من إدراك أن النظام المتخيل الذي يدير حياتهم موجود فقط في خيالهم. النوع الأول أو النظام الأول، النظام المتخيل مدمج في العالم المادي. مع أن النظام المتخيل موجود فقط في أذهاننا، إلا أنه بالإمكان أن ينسج في الواقع المادي المحيط بنا، وحتى أن ينقش في الحجر. يؤمن معظم الغربيين اليوم بمذهب الفردانية، يؤمنون بأن كل إنسان هو فرد لا تعتمد قيمته على ما يظنه الأشخاص الآخرين به. يملك كل واحد منا
في داخله شعاعا ساطعا يعطي القيمة والمعنى لحياتنا. في المدارس الغربية الحديثة يقول العلم وأولياء الأمور للأطفال أنه إذا سخر زملاؤهم في الصف منهم فيجب عليهم تجاهل الأمر، فهم أنفسهم فقط لا الآخرون من يعرف قيمتهم الحقيقية. في العمارة الحديثة تقفز هذه الخرافة من الخيال لتتشكل في الحجر والإسمنت. يقسم المنزل العصري المثالي إلى عدد من الغرف الحقيقية بحيث يكون لكل طفل مساحته الخاصة المخفية عن الأنظار لتوفير أقصى قدر من الاستقلالية. ولهذه الغرفة في الغالب باب طبعا، ويعد مقبولا في العديد من الأسر أن يغلق الطفل الباب أو ربما يقفله، ويمنع حتى الآباء من الدخول دون أن يطرقوا الباب ويطلبوا الإذن. وتزين الغرفة بما يراه الطفل مناسبا طبعا، فتجد ملصقات نجوم الروك مثبتة على الحائط والجوارب القذرة ملقاة على الأرض، والشخص تنبع قيمته الحقيقية من الداخل لا من المحيط. يضيف الكاتب أيضا: لم يؤمن نبلاء العصور الوسطى بالفردانية. بالنسبة لهم تتحدد قيمة شخص ما من خلال مكانته في الهرم الاجتماعي وبما يقوله الآخرون عنه، أما جعله محل سخرية فهي إهانة فظيعة. علم النبلاء أطفالهم بأن يحموا اسم عائلاتهم المحترم مهما كلف الأمر. شوف، هذه خرافة. ومثله مثل مذهب الفردانية الحديثة. ترك نظام القيم في القرون الوسطى الخيال وتجلى في أحجار القلاع، فنادرا ما احتوت القلعة على غرف خاصة للأطفال أو أي شخص آخر فيما يتعلق بهذه المسألة. لم يكن للابن المراهق للبارون في القرون الوسطى غرفة خاصة في الطابق الثاني للقلعة تزين جدرانها صور ريتشارد قلب الأسد والملك آرثر، وباب مغلق لا يسمح للوالدين بفتحه نام جنبا إلى جنب مع العديد من الشباب الآخرين في قاعة كبيرة. شوف الفرق. وكان دائما على أهبة الاستعداد، وعليه دائما أن يأخذ بعين الاعتبار ما يقوله الآخرون عنه وما يرونه فيه. سيخلص أي شخص يعيش في مثل هذا الوسط بشكل طبيعي إلى أن القيمة الحقيقية للرجل تتحدد من خلال مكانته في الهرم الاجتماعي وبما يقوله الآخرون عنه. هذا الألف النوع الأول. باء بشكل أو يشكل النظام المتخيل رغباتنا. النظام المتخيل يشكل رغباتنا. طبعا لا يرغب معظم الناس في تقبل أن النظام الذي يحكم حياتهم هو نظام متخيل، لكن في الواقع يولد كل شخص في نظام متخيل سابق له، وتشكل رغباته من الولادة بواسطة أساطير مهيمنة، وتصبح رغباتنا الشخصية بالتالي رغباتنا الشخصية تصبح أهم دفاعات النظام المتخيل. على سبيل المثال، تتشكل أعز الرغبات للغربيين في الوقت الحاضر بواسطة خرافات الرومانسية والقومية والرأسمالية والإنسانية التي كانت موجودة منذ قرون. فغالبا ما يقول الأصدقاء لبعضهم وهم يقدمون لهم المشورة: اتبع قلبك. لكن القلب عميل مزدوج يأخذ تعليماته عادة من أساطير الحاضر المهيمنة. والتوصية بمتابعة قلبك زرعت في أذهاننا بواسطة مزيج من أساطير القرن التاسع عشر الرومانسية وأساطير النزعة الاستهلاكية في القرن العشرين. قامت شركة كوكاكولا على سبيل المثال بتسويق دايت كوك
حول العالم تحت شعار دايت كوك، افعل ما يشعرك بالارتياح. دايت كوك، افعل ما يشعرك بالارتياح. حتى ما يعتبره الناس أكثر رغباتهم الشخصية يكون مبرمجا عادة من قبل النظام المتخيل. دعنا نأخذ على سبيل المثال الرغبة الشعبية في قضاء العطلة في الخارج. لا يوجد شيء طبيعي أو مبرر في هذا. لن يفكر ذكر شمبانزي مسيطر أبدا في استخدام قوته للذهاب في عطلة في إقليم مجموعة شنابز مجاورة. صرف نخبة مصر القديمة ثروتهم في بناء الأهرامات وتحنيط جثثهم، لكن لم يفكر أي منهم في الذهاب للتسوق في بابل أو أخذ عطلة تزلج في فينيقيا. بينما يصرف الناس اليوم الكثير من المال في العطلات في الخارج لأنهم مؤمنون حقيقيون بأساطير النزعة الاستهلاكية الرومانسية. تخبرنا الرومانسية أنه من أجل الاستفادة القصوى من إمكاناتنا البشرية يجب أن يكون لدينا قدر ما نستطيع من التجارب المختلفة. يجب أن نفتح أنفسنا لنطاق واسع من العواطف. يجب أن نختبر أنواعا مختلفة من العلاقات. يجب أن نجرب شتى أصناف المأكولات. يجب أن نتعلم أن نطرب لألحان مختلفة من الموسيقى. وإحدى أفضل الطرق للقيام بكل هذه هو التحرر من تفاصيلنا الاعتيادية اليومية، وأن نترك وراءنا وسطنا المعتاد ونسافر إلى أراضٍ بعيدة حيث يمكننا أن نختبر ثقافة وروائح ومذاقات وعادات أناس آخرين. نسمع مرارا وتكرارا خرافات الرومانسية عن كيف فتحت خبرة جديدة عيني وغيرت حياتي. هذه هي من الخرافات الرومانسية. تخبرنا النزعات أو النزعة الاستهلاكية أنه لكي نكون سعداء يجب أن نستهلك أكبر عدد ممكن من المنتجات والخدمات. فإذا شعرنا بشيء ما مفقود أو ليس كما يجب فربما نحتاج إلى شراء منتج، سيارة، ملابس جديدة، طعام عضوي، أو خدمة تدبير منزلي، علاج علائقي، دروس يوغا إلى آخره. يشكل كل إعلان تجاري تلفزيوني أسطورة صغيرة أخرى عن كيف أن استهلاك بعض المنتجات أو الخدمات سيجعل الحياة أفضل. تتناغم الرومانسية التي تشجع التنوع بشكل مثالي مع النزعة الاستهلاكية. الرومانسية مع النزعة الاستهلاكية. احنا قلنا هناك نزعتان، النزعة الرومانسية اللي هي القديمة والنزعة الاستهلاكية اللي هي الآن هي الطاغية. وولد من زواجهما سوق أبدية من الخبرات، سوق أبدية من الخبرات تأسست عليها صناعة السياحة الحديثة. لا تبيع صناعة السياحة تذاكر الطيران وغرف النوم في الفنادق، بل تبيع الخبرة. باريس ليست مدينة ولا الهند دولة، بل هما مجموعة خبرات. من المفترض أن توسع آفاقنا باستهلاكها وتحقق إمكاناتنا البشرية وتجعلنا سعداء وتجعلنا. لذا حين تتوتر العلاقة بين مليونير وزوجته فإنه يأخذها في رحلة باهظة الثمن إلى باريس. ليست الرحلة انعكاسا لبعض الرغبات المستقلة، بل هي بالأحرى إيمان قوي بخرافات النزعة الاستهلاكية الرومانسية. النزعة الاستهلاكية الرومانسية. لم يكن أي رجل ثري في مصر القديمة ليحلم أبدا بحل أزمة أسرية عن طريق أخذ زوجته في رحلة إلى بابل مثلا، وبدلا من ذلك ربما بنى لها
الضريح الفخم التي كانت تحلم به دائما. ومثلهم مثلهم مثل نخب مصر القديمة يكرس معظم الناس في معظم الثقافات حياتهم لبناء أهرامات تتغير فقط أسماء هذه الأهرامات وأشكالها نعم، فقط تتغير الأسماء والأشكال والأحجام من ثقافة إلى أخرى. تأخذ على سبيل المثال شكل كوخ في الضواحي مع حمام سباحة وحديقة دائمة الخضرة، أو شقة علوية تطل على منظر مثير للحسد. هذا ما أثاره في النقطة الثانية. النقطة الثالثة هو هي النظام المتخيل هو جمعي. النظام المتخيل جمعي، حتى يقول حتى لو نجحت أو نجحت بجهود جبارة في تحرير رغباتي الشخصية من رقابة النظام المتخيل، فأنا شخص واحد فقط، ومن أجل تغيير النظام المتخيل علي أن أقنع الملايين من الغرباء بالتعاون معي. ذلك لأن النظام المتخيل ليس نظاما ذاتيا يوجد في خيالي الخاص، بل هو بالأحرى ذات جمعية، أمر يوجد في الخيال المشترك لآلاف وملايين السنين. من أجل فهم هذا نحتاج إلى فهم الفرق بين ما هو موضوعي وذاتي وجمعي. هذه 3 مصطلحات: الموضوعي والذاتي والجمعي. هناك ظواهر موضوعية مستقلة عن الوعي البشري والمعتقدات البشرية. الانبعاثات الإشعاعية على سبيل المثال ليست خرافة. وجدت الانبعاثات المشعة قبل وقت طويل من اكتشاف الناس لها، وهي خطيرة حتى عندما لا يؤمن الناس بها. لم تعرف ماري كوري، وهي واحدة من مستكشفي الانبعاثات الإشعاعية خلال سنوات دراستها الطويلة على المواد المشعة، أن الإشعاعات يمكن أن تضر بجسمها. لم تفهم هذا في زمنها في وقتها، ورغم أنها لم تؤمن بأن الإشعاعات يمكن أن تقتلها، فقد ماتت مع هذا بفقر الدم غير التنسجي، وهو مرض ينجم عن التعرض المفرط للمواد المشعة. طبعا هذا يسمى بالبلاستيك أنيميا. وهناك ما هو ذاتي يعتمد على وعي ومعتقدات فرد واحد. إذن الأول هو الموضوع، الثاني هو الذاتي. هذا المصطلح الثاني هو الذاتي، يعتمد على وعي ومعتقدات فرد واحد، وهو يختفي أو يتغير إذا غير ذلك الفرد معتقداته. يؤمن كثير من الأطفال بوجود صديق وهمي غير مرئي وغير مسموع من بقية العالم. يوجد الصديق الوهمي فقط في وعي الطفل الذاتي، وحين يكبر الطفل ويتوقف عن الإيمان به يتلاشى الصديق الوهمي. نعم، كلنا نتذكر أن لدي كان صديق في الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، وهذا الصديق نتصوره نبي أو نتصوره من الأصدقاء الذين ليس هناك مثلهم في العالم. يعني كثير منا، أعتقد كل واحد إذا يرجع لنفسه من السامعين يجد هذا الشيء، لكن بالنتيجة أنه هذا هو حقيقة تصور وهمي، وهو تصور ذاتي فقط، لأن الآخرين هم أمثالنا. أما ما هو جمعي فإنه يوجد، هذا مهم جدا طبعا، الجمعي يوجد في شبكة الاتصال التي تربط بين الوعي الذاتي للعديد من الأفراد. إذا غير فرد واحد معتقداته أو حتى مات، فإن هذا لا أهمية له يعني أمام المجموع. مع ذلك إذا مات معظم الأفراد في الشبكة أو غيروا معتقداتهم، فإن ما هو ظاهرة جمعية تتحور أو تختفي، ربما تختفي. والظواهر الجمعية ليست حيلا خبيثة،
ولا مسرحيات تافهة، فهي موجودة بطريقة مختلفة عن الظواهر الفيزيائية مثل الانبعاثات الإشعاعية، لكنها مع هذا قد تؤثر بصورة هائلة على العالم. وكثير من القوى الدافعة الأهم في التاريخ هي جمعية. يعني مثلا القانون بشكل عام في كل الدول، القانون هذا يسمى الظاهرة الجمعية. المال، كل الناس تركض وراء المال. الآلهة، الأمم، كل هذه الأمور تعتبر من الأمور الجمعية. ليست بيجو على سبيل المثال صديقا وهميا للمدير التنفيذي للشركة، فالشركة موجودة أصلا في الخيال المشترك لملايين الناس. يؤمن الرئيس التنفيذي بوجود الشركة لأن مجلس الإدارة يؤمن بها أيضا، هكذا سلسلة، كما يؤمن بها محامو الشركة والمنسقون في المكتب القريب والصيارفة في البنك وسماسرة البورصة وتجار السيارات في فرنسا إلى أستراليا. وإذا توقف الرئيس التنفيذي وحده فجأة عن الإيمان بوجود بيجو، فسيحجز بسرعة في أقرب مستشفى للأمراض العقلية وسيشغل مكتبه شخص آخر. هذا لا يمكن أن يؤثر، شخص واحد لا يؤثر. بالمثل يوجد الدولار وحقوق الإنسان والولايات المتحدة الأمريكية في الخيال المشترك للمليارات من الناس، ولا يمكن لفرد واحد أن يهدد وجودها. فلو توقفت وحدي عن الإيمان بالدولار أو بحقوق الإنسان أو بالولايات المتحدة فلن يشكل هذا أي أهمية. فهذه الأنظمة المتخيلة هي أمور جمعية، لذا لتغييرها يجب علينا في وقت واحد تغيير وعي مليارات من الناس، وهو ليس بالأمر السهل طبعا. التغيير بهذا الحجم لا يمكن تحقيقه إلا بمساعدة منظمة ومعقدة مثل حزب سياسي أو حركة عقائدية أو طائفة دينية أو دين كامل. مع هذا فمن الضروري من أجل إنشاء مثل هذه المنظمات المعقدة إقناع العديد من الغرباء بالتعاون مع بعضهم البعض، وهذا لن يحدث إلا إذا كان هؤلاء الغرباء يؤمنون ببعض الخرافات المشتركة. ويترتب على ذلك أنه من أجل تغيير نظام متخيل قائم يجب علينا أولا أن نؤمن بنظام متخيل بديل. يتعين علينا على سبيل المثال من أجل تفكيك شركة بيجو أن نتخيل شيئا ما أكبر سلطة مثل النظام القانوني الفرنسي، ولكي نفكك النظام القانوني الفرنسي علينا أن نتخيل شيئا ما أكبر سلطة مثل الدولة الفرنسية، وإذا رغبنا أن نفكك هذه أيضا يعني الدولة الفرنسية فسيكون علينا أن نتخيل شيئا أكبر وأكبر سلطة. أخيرا يقول لا توجد طريقة للخروج من النظام المتخيل حين نهرب من أسوار سجننا ونركض نحو الحرية، فإننا في الواقع نجري باتجاه ساحة أوسع لسجن أكبر. إلى هنا ننهي هذه المحاضرة، نتبعها إن شاء الله بالمحاضرة الأخرى اللي هي بمعنى أو بعنوان إغراق الذاكرة. فإلى اللقاء.